أهلا بكم. في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم فنانون اختفوا عن الشاشة فجأة وما زالوا على قيد الحياة، وآخر ظهور لهم الجزء الخامس. أولا، الفنان أحمد مراد هو فنان مصري اشتهر بأسلوبه الهادئ والجميل، وتمتع بوسامة وكاريزما خاصة، حيث أنه كان يتميز بالشامة أو الحسنة في منطقة الشارب، وشبهه البعض بالفنان طارق لطفي من ناحية الملامح. الفنان أحمد مراد شارك في العديد من المسلسلات، منها مباراة زوجية ولدواعي أمنية وقصة الأمس وعفريت القرش. وكان آخر أعمال أحمد مراد مسلسل النار والطين عام 2012، ومن بعدها اختفى عن الساحة الفنية ولا توجد له أي صور حديثة حتى الآن. الفنان أحمد هارون هو فنان مصري اشتهر أحمد هارون منذ ظهوره على الشاشة التلفزيونية وملك قلوب الجميع، وبدأ كعارض أزياء في الإعلانات التجارية، كما عمل كموديل وشارك في العديد من الكليبات الغنائية. كما شارك أحمد هارون في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العالم العربي، حيث شارك في الفيلم الشهير سهر الليالي، لينطلق بعدها ويقدم أفلاما مثل فرح وبحبك وبموت فيك و90 دقيقة. كما شارك هارون في عدة أعمال تلفزيونية مثل حق مشروع وقلب ميت وأدهم الشرقاوي وغيرها. وكان آخر أعمال أحمد هارون مسلسل طعم الحياة عام 2017، وفيلم قلب أسود الذي عرض عام 2018. واختفى منذ فترة طويلة عن الساحة الفنية دون أسباب، رغم توقع الكثير من النقاد له بمستقبل فني ناجح، خاصة وأنه يتمتع بوسامة وكاريزما خاصة. وتحدث أحمد هارون عن أسباب ابتعاده عن مجال الفن خلال تصريحات صحفية قائلا: إن أجواء الوسط الفني غير مناسبة للاستمرار فيه، ويعيش حالة من الرضا والاسترخاء والهدوء، ولكن إذا كان هناك عمل مناسب سيكون عودة قوية له. وهذه صورة من آخر ظهور له في عزاء والدته. الفنانة شيماء عقيد هي فنانة سورية، ولدت في القاهرة لأب سوري وأم مصرية وتعيش في مصر. اشتهرت بملامحها الجميلة والهادئة، شاركت في مسلسل الوتد مع هدى سلطان، ثم توالت أعمالها بمسلسلات التلفزيون، كما عملت بالمسرح، ومن أهم مسلسلاتها حديث الصباح والمساء والست أصيلة. وكان آخر أعمال شيماء عقيد مسلسل أولاد الشوارع في عام 2006 مع حنان ترك وعمرو واكد. وكان اشتراكها في السينما قليل، حيث اشتركت في فيلم كذلك في الزمالك والمشخصاتي. وتزوجت في عام 2007 واعتزلت الفن وأنجبت ولد وبنتين، وهذه صورة من آخر ظهور لها. الفنانة موناليزا هي فنانة مصرية اسمها الحقيقي منى عاطف سيد المنشي، ولدت في إنجلترا من أم اسكتلندية وأب مصري مسلم. عاشت فترة قصيرة من طفولتها في لندن، ثم عادت إلى مصر للإقامة مع جدتها في القاهرة. تنقلت منى بين مصر وإنجلترا طوال حياتها، حيث كانت تدرس في مصر وتقضي إجازتها مع والدها وأخواتها في لندن. حرص والدها على تعلم أولاده مبادئ الدين الإسلامي وحفظ القرآن أثناء وجودهم خارج مصر، فكان يهتم ويحافظ على تلك العادة. ظهرت للمرة الأولى مع الفنان محمد هنيدي في فيلم همام في أمستردام، وشاركت بعده في فيلم أصحاب ولا بزنس وعمر 2000، بالإضافة إلى مسلسل حديث الصباح والمساء ومسرحية حكيم عيون. اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 2002، وسريعا تزوجت الفنانة وسافرت للإقامة مع زوجها في أمريكا، وبعدها أنجبت 3 بنات. انتشرت بعض الأخبار المغلوطة وقتها، والتي قالت أن الفنانة كانت تعتنق الديانة المسيحية ثم أسلمت بعد اعتزالها، ولكن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة. وبعد مرور سنوات، وبالتحديد في عام 2014، فاجأت الفنانة موناليزا جمهورها بظهورها من جديد بدون الحجاب، وعادت عن اعتزالها وقررت العودة للتمثيل مرة أخرى. وقالت أنها تريد تقديم أدوار الأكشن لأنها كانت تتدرب كاراتيه في أمريكا. وقالت موناليزا إنها تحب الفن، وشعرت أنه لم يخرج منها طوال سنوات،
ولكن لم تعد مرة أخرى من أمريكا، ولم تعد للتمثيل رغم حبها الشديد للعودة ورغبتها فيه وتشجيع بناتها لها لرؤيتها مرة أخرى بطلة سينمائية كبيرة. ولكن كانت مشاعر الأمومة هي الطاغية عليها، وإحساسها بالمسؤولية تجاه بناتها هي التي نجحت في عدم عودتها مرة أخرى، لعدم استطاعتها تركهم في بلد أخرى وهم في هذا السن الصغير بعيدا عنها أثناء تصوير أعمالها، وأيضا عدم استطاعتهم قضاء تلك الفترة معها في مصر لارتباطهم بحياة دراسية في أمريكا وحياة قائمة لا يمكن قطعها. الفنان وسام حمدي هو فنان مصري بدأ نشاطه التمثيلي طفلا في بداية الثمانينات، وقام بأداء العديد من الأدوار المعروفة طفلا في السينما والتلفزيون والأفلام الرسومية، فهو الطفل بوبو في مسلسل زائر من الفضاء، وهو الطفل ياسر بطل السباحة الذي سقطت طائرته في الصحراء في فيلم البداية، وهو طارق ابن سهام ميرفت أمين في فيلم امرأتان ورجل، وهو أيضا الطفل كمال في مسلسل بين القصرين، وهذا هو أكثر الأدوار المعروفة له. وسام حمدي غاب لسنوات عن التمثيل، ولكنه عاد لفترة قصيرة قبل أن يعود فيختفي، ومن خلال عودته ظهر بشكل رجولي بعيدا عن صورة الطفل التي علقت في أذهان الجمهور، فيمكن رؤيته وهو شاب في دور مدحت الورفلي في مسلسل طيور الشمس، وهو سامح الشقيق الأصغر لخلف طارق لطفي في فيلم أيام الخادمة أحلام، ومع أشرف عبد الباقي في مسلسل 7 شارع السعادة، وأيضا مع نور الشريف بدور مسعد في مسلسل أعيش أيامك. وكان آخر أعمال وسام حمدي مسلسل العراف عام 2013. الفنان وسام حمدي صرح في حوار تلفزيوني له عن سبب ابتعاده عن الفن وهو اتجاهه لعالم البزنس، وقال أنه يمثل من فترة إلى أخرى، ولكنه يشعر بالكسل من ناحية التمثيل، ولكنه وعد جمهوره بأنه سوف يحاول الظهور بشكل مستمر في الفترة القادمة، وهذه صورة من آخر ظهور له. الفنان طارق نصار هو فنان مصري شارك لأول مرة في فيلم محامي خلع بدور سامح العترمي من بطولة الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، كما شارك بالتمثيل في فيلم لحظات أنوثة، وشارك في مسلسل مؤسسة شهر العسل. وكان آخر أعمال طارق نصار مسلسل ليالي أوجيني في عام 2018. الفنان طارق نصار في الأساس كان رجلا رياضيا، حيث أنه مارس لعبة كرة السلة، كما مارس رياضة الكاراتيه والفروسية، كما أصبح عضوا بمجلس إدارة نادي الجزيرة ومشرفا على لعبة كرة السلة في النادي، وهذه صورة من آخر ظهور له بعد غيابه عن الشاشات في السنوات الماضية، وقد بدا عليه علامات التقدم في العمر. الفنان أحمد الشافعي هو فنان مصري شارك في مسلسل المال والبنون، ثم ظهر في أعمال أخرى مثل الضوء الشارد، وكان لتفوقه وموهبته أثر كبير في العديد من المسلسلات الناجحة الأخرى، أهمها مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث قام بدور الشيخ الشعراوي في فترة شبابه، ومثل الرحايا مع الفنان الراحل نور الشريف وغيرها من الأعمال الفنية. وكان آخر أعمال الفنان أحمد الشافعي مسلسل عملة نادرة في عام 2023، وهو يشغل منصب رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، وهذه صورة من آخر ظهور له. الفنانة إيناس نور هي فنانة مصرية بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في الخامسة من عمرها مع النجمة نيلي في إحدى حلقات الفوازير، وشاركت بعدها في العديد من المسلسلات الدرامية، منها مسلسل لا يا ابنتي العزيزة، وغاضبون وغاضبات، وساكن قصادي، ومن الأفلام فيلم محامي خلع، فهي صاحبة الجملة الأشهر في هذا الفيلم، حيث قالت في مشهد المحكمة: أنا جوزي 64 حصان يا فندم. ومن أفلامها أيضا المتسول، وطابونة حمزة، وعبود على الحدود، والنوم في العسل، وبالعربي سندريلا. الفنانة إيناس نور تلقت مكالمة مفجعة في أول أيام عيد الفطر المبارك في عام 2015، ففي الوقت الذي كانت تستعد مع بنتيها للخروج والتنزه برفقة زوجها، فوجئت بمكالمة مفجعة، وهي وقوع حادث مروع لزوجها على طريق العاشر بالقاهرة، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت في الاتجاه الآخر، مفارقا الحياة في ذلك الحادث. تلقت الفنانة إيناس نور المكالمة المفجعة التي حملت خبر وفاة زوجها في الساعات الأولى من الصباح
لتودع زوجها ووالد ابنتيها بدلا من التنزه معه، واكتفت بتلقي العزاء تلغرافيا حتى لا تفسد بهجة العيد على الآخرين. وكان آخر أعمال الفنانة إيناس نور هو مسلسل الحيطة في عام 2020، وهذه صورة من آخر ظهور لها. انتهى الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وترك تعليق أسفل الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.